خلاص بقينا في اخر اسبوع قبل ريسلمانيا، وخلاص الاسبوع قرب يخلص وهنخش على العرض الاكبر في السنه، عرض ريسلمانيا. عرض ريسلمانيا هيكون عرض يعني مش زي الريسلمانيا اللي فاتت، لكنه اكيد هيكون عرض كويس. فاحنا بقينا نخش على توقعات الليله الاولى من عرض ريسلمانيا، ونشوف البيض اللي هيحصل مع جي اوسو وجونتر هينتهي بايه، ونشوف كل الكلام ده. فيلا بينا نخش على الفيديو. Welcome to a new era. Welcome to WrestleMania. عارف غايب كتير، غصب عنه والله العظيم. يعني هو بص، الموضوع كل ما فيه ان انا يعني في دراسة، فساعات بقف كده غصب عني والله العظيم، مع اني ما كنتش عاوز اقف وكنت مجهز لكم حاجة جامدة جدا ولسه هعملها ان شاء الله. يعني ما اضطرش ان انا اقف، لكن لما بقف ده بيكون غصب عني وبس. يلا بينا نخش على الفيديو. بص تعال نخش الاول على توقعات يعني ماتش جي اوسو وجونتر. يعني هو في الحالتين انا اتبطنت في الماتش ده بضين، وماتش مش هيكون فيه اداء، يعني ما اتوقعش منه اداء. يا رب يستر ونشوف حاجه فيه. وهتوقع فيه ان جونتر هيفشخ فيه جي اوسو، وجي اوسو هيجي يكسب على السهل عادي، عدة سريعه، سبير عبيطه. الموضوع سهل يعني يا جماعه، يعني ده ماتش ابن بضين يعني. فايه هنمشي الدنيا فيه، ونحاول ان احنا ما نتذكرهوش اصلا، او احنا ما نشوفش اول ساعه في العرض، يعني عشان ايه؟ عشان ما نتضايقش من الماتش. فيعني ماتش مش محتاج توقع اصلا، يعني ايه معروف مين اللي بيقول جونتر هيكسب ده. مباراة ريمستيريو والواد اللي هو مش تشاد جيبل. لا مش احنا مش واخدين بالنا. لا مش تشاد جيبل يا جدعان، هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. اوكي، ماتش ما بين اللوتشا ريمستيريو وما يعرفوش الواد ده، ما يعرفوش. لا الماتش ده هيكون ماتش جامد جدا، هيأدي اداء كويس جدا واداء عالي يعني. بس هو شكله فعلا ريمستيريو اللي هيكسب، عشان يكشف لنا مين هو تشات جيبل. فعلا ريمستيريو هو اللي يكسب. اتمنى ان تشات جيبل يكسب يا عمي، اهو ياخد حاجه بقى، بدل ما هو عمال يخسر من السنه اللي فاتت كده. تعال بقى نخش على مباراه تاج تيم ما بين النيو دي والوايد راجل. هي المباراه يعني هتكون كويسه، لكن انا مش حاببها بصراحه. عندي مش مباراه تكون في ريسل مانيا خالص، يعني مباراه عاديه جدا، يعني مباراه تتعمل في اي عرض رو عادي. مش عارف ايه اللي جابها هنا يعني، لكن يعني هي جت هنا اظن عشان النيو دي يكسبوا الالقاب ويبداوا سيطرتهم بالالقاب بالشخصيه الهيل. ونشوف يعني هل ممكن يرفعوا من قيمه الالقاب ولا لا، لانها مدفونه جدا جدا دلوقتي. واتمنى ان النيو دي فعلا يرفعوا من قيمه الالقاب يعني. فزي ما قلت لكم هتوقع ان النيو دي هم اللي يكسبوا. ومش عارف الموضوع سهل جدا في ريسل مانيا كده ليه؟ تحس ان احنا مش في ريسل مانيا، ده عرض عادي ولا حاجه، مش نفس الحماس بتاع ريسل مانيا اللي فاتت. ريسل مانيا اللي فاتت كان فيها مباراه درو ماكنتاير وسيس عليها حماس جامد، مباراه التاج تيم بتاعه البلاد لاين، مباراه رومان رينز وكودي رودز كان عليها حماس قوي جدا، وكان في ماتشات كويسه جدا. مش عارف في ريسل مانيا الحماس السنه دي قل جدا للاسف. المهم تعالوا نخش على المباراه اللي بعد. تعالى كمان نتوقع مباراه ال نايت وجيكو فاتو. ال نايت وجيكو فاتو مباراه كويسه جدا. مباراه فيها 2 سيناريو. السيناريو الاول ان جيكوب فاتو عادي يتغلب على ال نايت ويمسك يكسب بمساعده البراد لاين بقى او لا، حاجه مش مهم، لكن ان هو يكسب. السيناريو الثاني ان سولو سكوا يغدر بجيكوب فاتو، لكن ده احتمال قليل. الاحتمال الصح ان جيكو فاتو هو اللي هيكسب اللقب ده، وبعدها بقى ممكن يحصل مشاكل بينه هو وسولو سكوا، وهنشوف ايه اللي هيحصل. لكن التوقع المعروف يعني ان هو خلاص جيكو فاتو هيقدم مباراة كويسة جدا مع ال نايت ويكسب اللقب، ويكون اول لقب ليه مع الدبي. فده توقعي للمباراة دي. ويلا بينا نخش على المباراة اللي بعدها، مباراة الحدث الرئيسي، المباراة اللي هتكون الحاجة الوحيدة اللي الجمهور مستنيها اصلا في الليلة دي. مباراة رومان رينز وسي ام بانك وسيس فريكن رولينز. دلوقتي ما عادش سيس فريكن رولينز، دلوقتي عاد سيس رولينز بس. سيس رولينز هيتحول لشخصية الهيل، وبدأ فعلا في كل ده بعد اخر اسبوع واخر عرض رو اللي هو كان من يومين او يوم تقريبا، وحاول يوسوس لرومان رينز زي ما وسوس لبول هيمن في الاسبوع اللي قبله، وبول هيمن استجاب ليه، لكن رومان رينز ما استجابش ليه. لكن الكلام لسه محوق في دماغ رومان رينز، عشان كده زق بول هيمن واعتبر اللي عمله ده خيانة. ورومان رينز قال ان هو ملوش دعوه بالمعروف ده،
هو ليه حاسب على فاتورة هو مش سبب فيها؟ انت يا ابو الهيمن اللي رحت وطلبت المعروف ده، مش انا اللي طلبت منك انك تروح تجيب سي ام بانك. مباراة يعني الحماس فيها كويس جدا، ومنتظرين من المباراة دي حاجة كويسة. وخلاص شكل شخصية الترايبال شيف زعيم القبيلة رومان رينز هتنتهي في ريسل مانيا، بسبب ان رومان رينز قال ان لو البول هيمن راح يبقى انتوا مش هتشوفوا زعيمكم تاني. وشكل اللي هينهي القصة بتاعة الترايبال شيف هو نفسه اللي بدأها. سيس فريكن رولينز هو اللي بدأ القصة ديت لما ضرب رومان رينز بالكرسي، هو اللي بدأها، وشكله هو اللي هينهيها في ريسل مانيا. اما سي ام بانك، فسي ام بانك ملوش دخل قوي بالقصة. سي ام بانك كأنه موجود عشان بس يلعب الحدث الرئيسي بتاعه، فده اللي واضح لينا. هو بس الموضوع بالنسبة له زي ما قال في الاول، موضوع فلوس وبيزنس زي ما هو قال في الاول، لا موضوع صداقات يا بول هيمن زي ما سيس رولينز قال. سي ام بانك مش مهتم لبول هيمن، سي ام بانك مش مهتم لحد، كل همه هو البيزنس بتاعه او ايه اللي هيحصل له من كل سيناريو المباراة ده. اكيد لازم يمشي بالطريقة اللي هنقولها دلوقتي دي، ان المباراة تمشي عادي، كل واحد يسيطر شوية، يعملوا مباراة عظيمة هما الثلاثة، وفي الاخر بول هيمن يساعد سيس رولينز عشان يكسب ويبقى في صف سيس رولينز. وممكن يحصل 3 حاجات. الحاجة الأولى إن بول هيمن يستمر مع سيس رولينز الفترة. الحاجة التانية إن بول هيمن بعد ما يساعد سيس رولينز يغدر بيه ويقول له أنا خدت اللي أنا عاوزه، خلاص مش عاوزك تاني، خلاص أنا كده خدت اللي أنا عاوزه، أنت كده ساعدتني للفوز وده اللي أنا عاوزه منك، روح شوف أي حد بقى. وبعدها بول هيمن يروح لاي حد زي مثلا برون بريكر، وده انسب شخص يكون معاه لان برون بريكر هو اللي محتاجه فعلا. ان بعد ما بول هيمن يساعد سيس رولينز شويه تمشي الاحداث لحد ما يعني سيس رولينز يقل اهتمامه او يزهق من بول هيمن ويسيبه. فهو يعني الاحتمالات دي هي الصحيحه، دي المفروض تتعمل، مش هنقعد نزوق بقى في الكلام ونقول لا ده لا ده ممكن سي ام بانك، لا ده رومان رينز. مستحيل رومان رينز يكسب المباراة دي، مستحيل حرفيا. بول هيمن هو اللي هيكسر رومان رينز تماما، هو وسيس رولينز. وسي ام بانك هيكون كفاية عليه انه يشارك في الحدث الرئيسي. سيس رولينز هو الانسب انه يكسب المباراة دي بمساعدة بول هيمن. ما ينفعش المباراة تمشي عادي وان بول هيمن يكون مع سي ام بانك وعادي كده، وبعد كل ده يقوم بول هيمن يحاول يصالح رومان رينز والكلام ده. الكلام ده ما ينفعش، لازم يحصل هو نهاية الزعيم رومان رينز، نهاية الشخصية دي، واتمنى انها تكون نهاية الشخصية مش نهاية الاعتزال وكده. فده اللي المفروض يحصل، وده اللي انا اتوقعه انه يحصل. اتوقع فوز سيس فريكن رولينز بمساعدة بول هيمن. عموما المباراة دي ما فيهاش يعني حاجات كتير، ما فيهاش توقعات كتير. التوقع هو التوقع الوحيد اللي يخش الدماغ بعد اللي حصل في الاسابيع اللي فاتت. البناء بتاع المباراة دي، برومو راح لسي ام بانك، برومو راح لسيس رولينز، مش برومو راح لرومان رينز للاسف. يعني 3 بروموهات ولا واحد فيهم راح لرومان رينز. مش عارف يعني هل ده يعني يوحيلك ان رومان رينز هيكسب في ريسلمانيا؟ يبقى قابل حرفيا. يعني هو مش عارف ليه ما راحش لرومان رينز، لكن هنشوف رومان رينز هيعمل ايه بعد ريسلمانيا. هل هيقدم لنا شخصيه كويسه تانية من فيس او هيل؟ هنشوف. وهل رومان رينز هيعرف يعمل شخصيه جديده كويسه جدا ولا لا؟ ده اللي هنشوفه. كمان سيس رولينز نشر ستوري على الانستجرام في لما جون سينا غدر بكودي رود، وجنبهم شخصيته شخصية سيس رولينز، بإيحاء منه ان هو ممكن يتحول للهيل ويروح مع الفاينل بوس ذا روك. وتكملة السيناريو ده هنكملها في توقعات الليلة، لكن لحد دلوقتي اللي هنتوقعه ان سيس رولينز هو اللي هيفوز بمساعدة بول هيمن. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتنزل تقول لي تحت في التعليقات توقعاتك ايه للمباريات دي كلها.